السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، جد لقانا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. متنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهارده يا شباب حلقة مهمة جدا جدا جدا. استنى يا جماعة بس قرب اهو. بس قرب طلع ورا امه. ماشي يا شباب اهو. الصلاة على النبي. حلقة النهارده يا شباب حلقة مهمة جدا. الأرنبة تجهيز بيت الولادة يا جماعة. تجهيز بيت الولادة بنجهزه يا شباب بالتبن بتاع القمح وبالقش الرز. بنجهزه يا جماعة تجهيز بيت الولادة بالتبن بتاع القش بتاع القمح وبقش الرز. والأرنبة يا جماعة لو عملت عندك كده اعرف إن هي خلاص هتولد. اعرف إن هي خلاص هتولد. النهارده يا شباب بفضل الله 30/1/2024. كل سنة وحضراتكم طيبين. الأرنبة دي يا جماعة متلقحة يوم 30/12 تلقيح يا شباب. متلقحة يوم 30/12، والنهاردة كل سنة وانتم طيبين 30/1 إن شاء الله. قاعدة يا جماعة بتجهز بيت الولادة اهيت. تمام بالطريقة اللي شايفينها كده يا جماعة. بتمسك القش، طبعا بنحط القش يا شباب تمام طويل زي ما شايفين قلب بيت الولادة. ما بنحطش القش بره، بنحط القش يا جماعة في قلب بيت الولادة زي ما شايفين كده اهو. والحتة نضيفها يا جماعة تحت الولادات. تجهيز يا جماعه كان عباره عن كرتونه تحت يا جماعه، كرتونه يا شباب، كرتونه ماشي. وفوق الكرتونه الفرشه البلاستيك المخرمه. فوق الفرشه البلاستيك يا جماعه طبقه التبن بتاع القمح. فوق طبقه التبن يا جماعه شويه القش اللي نحطهم. كل قش يا جماعه نضيفه حلو كده زي ما شايفين كده يا شباب. بتحطوا الارنبه تبدا تتعامل مع نفسها. الناس يا شباب بتقول لك ايه؟ لا انا هسيب الارنبه لما تولد وبعد كده بقى جاهز لها. لا يا باشا، ما ينفعش انك تستنى لما تولد تبقى جاهز لها. لا، جاهز مباشر على طول قبل الارنبه ما تولد، عشان لما تولد تجهز الارنبه تجهز وتنتف وتولد ان شاء الله وهي مطمنه. ما تعملهاش قلق بعد الولاده. ما تعملهاش قلق بعد الولاده. ليه؟ لان اوقات يا جماعه الارانب بتولد اوقات في الليل. بتصبح تلاقي الارنبه والده تولد في الليل. معظم الارنبه يا جماعه بتولد في الليل. طب لو حضرتك بقى ما جهزتش بيت الولاده والارنبه متولده على الفرشه البلاستيك اللي هي في الارضيه دي يا جماعه، هتصبح الارنب الصغيره اصلا بردانه وتعبانين ومش مظبطين. وداخل لهم برد منين؟ من الارضيه والفرشه البلاستيك. وطبعا احنا يا جماعه في شهر طوبه، يعني بمعنى اصح البرد الشديد القارس على الارانب. يا جماعه ان شاء الله اهو البيت عامل ازاي؟ بيت عامل ازاي يا جماعه؟ القش والتبن والشعر عاملين عش على الخلفات الصغيره اهي. خلفات تلاقي نايمه سخنه دافيانه رضعه حلوه ما شاء الله يا جماعه. الارنب عامل ازاي؟ ان شاء الله ربنا يبارك. شوفوا يا جماعه ربنا يبارك اهو يا شباب. عامل ازاي؟ ما شاء الله ربنا يبارك اهو ماشي. ربنا يبارك يا جماعه، حاجه محترمه جدا. فطبعا حبينا برضو نتكلم عن طريقه تجهيز بيت الولاده. والارنبه لو عملت عندك كده اعرف ان هي خلاص هتولد. ارجع ورا شوفوا يا جماعه اهوت. ده اللحم اللي موجود عندنا بفضل الله. سلالات ماشي، اللي هو الخلفات الصغيره قصدي، يعني حاجات محترمه جدا. ده يا جماعه منقوضين سلالات من اللحم. منقوضين يا جماعه سلالات من اللحم. هم يا جماعه بفضل الله حاجات ما شاء الله تاخدها سلاله تربيها وانت مغمض. شايف يا شباب؟ شوف الدنيا عامله ازاي ما شاء الله ربنا يبارك. حاجه عامله ازاي؟ ربنا يبارك. حاجه محترمه جدا ما شاء الله. سوبر ستار بمعنى اصح. حاجه سوبر ستار تاخدها وانت مغمض ماشي. ارنب تربيه سلاله كف عريض ان شاء الله. كف عامل ازاي يا جماعه؟ كف الارنب الله يبارك عامل ازاي؟ شايفين طول الارنب؟ ارنب محترم جدا. ارنب يا جماعه يتربى سلاله. ارنب يتربى سلاله يا شباب. شايفين يا جماعه الارنب برضه على جنبه عامل ازاي؟ ان شاء الله ربنا يبارك. تمام شايفين يا جماعه هنا؟ شايفين يا جماعه الحته ديت؟ الحته دي يا شباب الحته عامله ازاي؟ حته بابيونايه جميله جدا 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 ما شاء الله ربنا يبارك. ماشي ربنا يبارك يا جماعه ما شاء الله ان شاء الله. شايفين يا جماعه ربنا يبارك.
ان شاء الله. دي يا جماعه ارنب يتربى سلاله، ارنب يا جماعه يتربى سلاله. الصلاه على النبي اهوت، طول وريح وحيويه، متحصن ارنب ما شاء الله، ربنا يبارك، حاجه محترمه جدا يا جدعان اهو ان شاء الله، ربنا يبارك. ماشي. وطبعا لو ارنبه ولدت عندك يعني عملت عندك زي ما احنا شفنا في الفيديو كده يا جماعه، بتجهز القش زي ما شايفين كده يا شباب، يبقى اعرف ان هي خلاص هتولد، اعرف ان هي دي كده خلاص. شايفين يا جماعه بتعمل ازاي؟ يا شباب بتجهز ازاي؟ شايفين يا جماعه؟ تمسك القش تنضفه وتلمعه وتقطعه باسنانها وتشده تفرده من بعضه، وبتعمل عش. الارنبه يا جماعه بتعمل عش لنفسها اهي. شايفين يا جماعه؟ سبحانك يا رب اهو اهو. ده التجهيز، ده الام في البريه يا جماعه، الام. فانت لازم في المزرعه او في المكان في البطاريات لازم تهيئ لها مكان كانها بالظبط في البريه، لازم تهيئ لها مكان كانها بالظبط في البريه، كانها خلاص يعني كانها بتلم من نفسها عشان تولد. ماشي يا جدعان اهو ان شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وده يا جماعه العلف بتاعنا يا جماعه اهوت، العلف بتاعنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج حاجه احنا تحت امره يا شباب بفضل الله. ماشي يا جدعان. فحبيت من خلال حلقه النهارده ما شاء الله شويه يا جماعه تتفرجوا على الجمال الحلاوه، اتفرجوا اتفرجوا يا جماعه على الجمال ان شاء الله ربنا يبارك. اتفرجوا يا جماعه على الجمال ان شاء الله. الارنب ده يا جماعه بفضل الله يعني خلاص ده قرب الفضه من 700 جرام يا جماعه او اكتر كمان ان شاء الله ربنا يبارك. 600 700 جرام ان شاء الله ربنا يبارك اهو. ان شاء الله ربنا يبارك خير اهو يا جماعه. سلالات برضو ونوضه يا جماعه، حاجات محترمه جدا. انا بس بوريكم انتوا عارفين ايه الدنيا ماشيه ازاي. فين يا جماعه؟ صلى على قلبك كتير، صلى على سيدنا النبي، صلي على سيدنا الحبيب النبي. حاجه ما شاء الله الله يبارك، حاجه محترمه جدا يا جماعه. الصلاه على النبي اهو ان شاء الله ربنا يبارك. بنوريك عشان ما انت كل حاجه واضحه قدام منك على الطبيعه، شايف كل حاجه بعينك تمام. الدنيا ماشيه ازاي. الام يا جماعه بتجهز ان شاء الله يا جماعه ربنا يبارك. تعال انزل هنا يلا اهي يا جماعه. شوف بتعمل ازاي، قصقص في القش وتجهز القش عشان خاطر الام ديت خلاص هتولد. وربنا يبارك يا جماعه صاحب النصيب طبعا الاستاذ فهمي كان هنا يا جماعه، لسه ماشي دلوقتي واخد البطاريه. كانت هنا كان هنا بطاريه اللي هي النص هرمي تمام، اللي كانت هنا خدها يا شباب اللي هي كسر زيرو، وخد بطاريه برده نص هرمي من جوه 6 عيون ثانيه تمام، كانت في قلب المخزن. ماشي كانت هنا في المخزن يا جماعه. استاذ فهمي برده خدها، كانت هنا لسه برده هنا حاجات بسيطه بس النور. كانت برده بطاريه نص هرمي 6 عيون خدها هنا يا جماعه برده اهوت رجلنا اهيت. ماشي اهو يا شباب. دي بطاريه برده مستعمله ولادات ان شاء الله. خدها يا جماعه هنا البطاريه كانت 6 عيون نص هرم برده خدها يا شباب. العلف اهوت العلف بتاعنا، واحنا تحت امر الجميع. اي حد محتاج اي حاجه احنا تحت امره. رقم التليفون للتواصل استفسار عايز علف 010 28 35 975. رقم التليفون 010 28 35 975. واحنا تحت امر الجميع. طبعا دي كانت حلقه النهارده. بنشكر الابطال اللي بيدعمونا باللايك، بنشكر الناس اللي هم واقفين جنبنا يا جماعه وداعميننا دايما على طول باستمرار. موجود يا جماعه عصافير زينه، حد عايز عصافير زينه يا جماعه هو بفضل الله. ماشي علف عصافير زينه يا جماعه متوفر، والعلف يا جماعه بتاعنا متوفر بفضل الله يا شباب.
بطاقه تانية اتباعت متوفر برضه اكسسوارات، سوست كعال، مشتركات، جلدة نبل، طب مشترك، سوست، فرشة عرقوب. وبرضه يا جماعه خد فرشة عرقوب هنا برضه من هنا اهوت. تمام. موجود بيارات على المميزات بتاعه العصافير، اساسيات العصافير بفضل الله. طبعا دي كانت حلقه النهارده. اشكركم لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.